السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير جدا جدا من الفيديو اللي فات. دلوقتي هعمل معاكم شيش طاووق. معاكم شيزان تاج الدين قناة طبخ. هقدم معاكم طريقة عمل شيش طاووق، طريقة سهلة وبسيطة، وهنسويه كمان في الطاسة. وعندي هنا العصيان، عندي هنا فلفل الوان المتوفر عندك، ان كان فلفل الوان احمر واخضر واصفر. هقطعه كده كريهات كبيرة على قد قطعة الفراخ. الاول هقطع الخضار لان ما ينفعش اقطع الفراخ الاول وبعدين الخضار كده. يشرفني جدا جدا اشتراك معايا في القناة، واول مرة تشوفينا لو عجبك الفيديو يا ريت تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب. ويشرفني جدا جدا اشتراكك معايا ووجودك معايا في القناة. هبدأ كده اقطع الفلفل على قد تقطيعة الفراخ اللي عندي. انا هنا عندي عيدان الخلة اللي هي شيش بتاعت الشيش طاووق، عندي وسط مش الكبيرة قوي. جبتها على قد الطاسة لان انا هسويها في الطاسة مش هسويها في الفرن. وعندي عندي هنا بصل وفلفل الوان قطعته، وفلفل اخضر واصفر وبصل. وعندي حباية طماطم، ممكن كمان تستعملي طماطم شيري. هنا عندي نص كيلو صدور فراخ، ممكن كمان تستخدمي الوراك المخلية او الشيش طاووق اللي هي من الوراك، بتبقى جوزي وكويسة كمان. وبتبقى طعمها جميل وطرية، وهي الاساس في الشيش طاووق. هنا هقطع الصدور كده كريهات على قد يعني تقطيعة الفراخ، ما تخليهاش رفيعة قوي ولا تخينة قوي، بحيث ان هي ما تتهريش معاكي وتبقى مدية منظر معاكي في شيش طاووق، في الخلة، عود الخلة بتاع الشيش طاووق، بحيث يكون باين معاكي. وعيدان الخلة بتنقعيهم في المية حوالي ساعتين وتشيليهم كده عشان ما يتحرقوش معاكي. كده انا هبدأ اعملهم الاول، وبعد كده هحضر التتبيله واسيبهم في التتبيله. على الاقل خالص ممكن يفضل ان انت تعمليها من بالليل وتسويها الصبح، بس انا عملتها قبل ما عملت حوالي ساعتين او 3 ساعات كده. هضيف البصل الاول، الفلفل الاول، وبعدين بصل، وبعدين الاول عملت قطعه طماطم، ممكن لو عندك طماطم شيري، وقطعه فراخ، وكده بالتبادل قطعه وقطعه بحيث تدي معاكي. العينين بتاكل قبل البق فبتدي شهية اكتر. كده لغاية ما اخلص معاكي الكمية، هي النص كيلو ما شاء الله كويس. والطريقة دي يا جماعة طريقة الشيش طاووق، يعني الشيش طاووق من المشويات، فممكن كمان للدايت ويناسب الدايت اللي عايز يعمل دايت، وفي نفس الوقت وجبة خفيفة وما فيهاش دهون ومغذية جدا، ويعني يعتبر مشوية. ممكن تسويها في الفرن او تسويها في طاسة الجريل المتوفر عندك، ان كان جريل على البوتاجاز اللي هي الطاسة، او الجريل التاني العادي اللي هو بالكهرباء او غاز المتاح عندك. انا هسويها في الطاسة كده، هخلص الكمية كلها معاه، وبعدين هحضر التتبيلة بتاعتي واتبل الكمية كلها. وقطعة الفراخ لازم تكون يعني بمستوى الخضار اللي عندك، علشان ما يتهريش معايا الخضار. لو الخضار اصغر من قطعة الفراخ كده خلصت الكمية. وبعدين هحضر المارينيه اللي عندي هنا معلقة صلصة وكوباية زبادي ده انا اللي عاملاه، اللي انا عملته معاكم في البث المباشر. عندي كوباية زبادي، وعندي معلقة مستردة، ومعلقة صلصة، وهضيف توم عندي هنا كاري، بابريكا، كمون، كزبرة ناشفة، لو عندك فلفل اسود. لو متوفر عندك جنزبيل بودر ممكن تضيفي، لو مش متوفر تجي جنزبيل اللي هو الفريش، ممكن رشة جنزبيل عادي. ضفت ملح و فلفل اسود
ولو عندك ونص كوباية زيت، وتضيفي كمان لو عندك رشة حبهان او رشة قرفة، بس ما تكتريش عشان ما تدي يعني ما تعملش ريحة اكتر، بحيث ان ايه تدي طعم زيادة، ريحة زيادة. هنا هتبل الفراخ في المارينيه واسيبه حوالي ساعتين او 3 ساعات على الاقل. كده خلصت كده الكمية اللي عندي. هعمل معاك الرز بالكاري. عندي بصلية قطعتها برميزات صغيرة رفيع او مفرومة. نزلت بمعلقتين زيت ومعلقة زبدة، وخدت اللون الفضي معايا. وعندي نص كيلو رز ابيض مصري، ممكن تستبدليه بالرز البسمتي او تعملي الرز ابيض بسمتي ابيض، او انا او رز ابيض عادي. انا عملت رز بالكاري، رز اسفه رز ممكن تعمليه بالكاري او تعمليه بالكركم. انا عملته بالكركم. هنا نزلت كده بالرز. غسلت الرز نص كيلو، وكمية المية بتكون قد كمية الرز، وبتقللي كمان في الرز المصري البلدي العادي، او انما الرز البسمتي بياخد. هنا ضفت معلقتين كاري، ولو عندك مكعب ماجي تضيفي، لو ما عندكيش مفيش مشكلة ممكن وضفت المية وملح. ولو ضفتي ماجي المرقة ممكن لازم تقللي الملح علشان ما يبقاش معاكي مالح. تقلبي الرز كده وتغطي عليه، واول ما يتشرب معايا هديله تقريبا واوطي عليه النار. اول ما المية تبدأ تنشف معايا هديله تقليبة واوطي عليه النار. وكده الرز بالكاري هعمله معاكي. رز بالكركم كده خلاص. عندك بقى مكسرات المتوفر عندك بتغسليها وتخليها. وهنا ضفت معلقه كزبره ونص معلقه كمون يدي طعم ونكهه معايا. ويا رب كل حاجه اقدمها تنول اعجابكم وبيبقى فطار جميل وكمان حاجه خفيفه للي يعمل دايت، كمان مع طبق سلطه، او تعملي كمان معاه اي صوص انت بتحبيه. كده هغطي عليه واسيبه يتشرب. هنا حضرت معايا طاسة اديتها معلقة زيت، ما تكتريش الزيت، هي رشة خفيفة زيت بس. بعدين هنزل عليها هرص الشيش طاووق جنب بعضه كده. اول ما تسخن معايا جامد الطاسة بحيث ان الفراخ تاخد معايا صدمة، هنزل بالشيش طاووق كده بحيث انه ياخد صدمة معايا. ممكن تغطيها بحاجة تقيلة او تغطيها، بس انا ضفت الحاجات المارينيه اللي كان باقي معايا، فهي عملت صوص حواليها وفضلت خدت نار طويله معايا، خدت فتره طويله على ما نشفت. بس انتي نفس الحكايه، ما تعمليش نفس اللي انا عملته وتضيفي المارينيه عليها. لو هتدخليها الفرن ممكن تضيفي المارينيه، لو هتعمليها كده تكتفي بان انتي تضيفيها كده ورحتي جايه مغطياها، بحيث ان ايه ان هي البخار اللي هيطلع من الطاسة هيسوي معايا الشيش طاووق. هغطيه كده بحيث ان هو تاخد معايا صدمة من تحت. انا جبت صينية وغطيت بيها لان الغطا ما كانش على قد الطاسة. كده غطيتها، وبعد اول ما بدأت تشرب معايا كشفتها. ما بتاخدش معاكي وقت، هي يدوب 10 دقايق ما بتكملش. وتقلبيها الناحية التانية. ممكن تسويها في الفرن لو عندك الفرن شغال، تحطيها على شبكة او على صينية بحيث وبتقربيها. لو عندك الشواية يعني النار بتاعتها عالية بتخليها في الرف اللي في النص. لو النار بتاعتها هادية بتقربيها من الشواية وتقلبيها، تاخد منك لون وتقلبيها الناحية التانية. ده بالنسبة اللي هتعمليها في الفرن، انما انا عملتها هنا في الطاسة وبتاخدش معايا وقت وممكن كمان
تعملي فحماية وتغطيها وهتدي طعم الفحم معاكي. بس انا ما عملتش بصراحة، كان طعمها جميل جدا و... واكلة خفيفة ومناسبة وصحية، وفي نفس الوقت مفيهاش زيوت كتير. واللي عايز يعمل دايت بيعمل مع طبق سلطة مع 2 سيخ من شيش طاووق كده. خلاص خلصت معايا، وطلعت معاكم احلى شيش طاووق في رمضان. يعني يعتبر وجبة وتغيير وصفة. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده. ويا رب اللي يعجبه الوصفة بتاعتي ويشرفني جدا جدا اشتراككم معايا في القناة. بص احلى شيش طاووق عملت معاه، وعملت مكسرات عندي، ضفت له زبيب وسوداني المتوفر عندك، المكسرات المتوفرة عندك. غسلت الزبيب وحطيته على الرز، وهو في الاخر خالص وهو بالشرب فهيطرى معايا. واحلى شيش طاووق في مطبخ شيزان تاج الدين. وما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واشتراك، ويسعدني جدا جدا اشتراككم معايا في القناة. وما تنسوش تدعوا لوالدي امي وابويا بالرحمة والمغفرة والصلاة على الرسول. واكلة جميلة جدا، ويا رب يا رب نول اعجابكم. وعملت معاها طبق سلطة بلدي، واحلى فطار في رمضان في مطبخ شيزان تاج الدين. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ووصفة جديدة. وشرفني جدا جدا اشتراككم معايا، ويا رب نول اعجابكم في كل حاجة اقدمها. ما تنسوش تكتبوا لي تعليق كويس، واللي عجباه الوصفة يجربها ويقول لي رأيكم فيها ايه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وفي رعاية الله، ومع الف سلامة.